السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم وصفة اللحم بالفطر والكريمة. طبعا وصفة كلش سهلة وطيبة. راح نحتاج قطعة لحم هبرة وتكون طرية حتى تستوي بسرعة. أنا هنا بعد أن نظفتها سويتها شرايح متوسطة، وراح أخليلها ملح، رشة ملح ورشة فلفل أسود، وراح أتركها ترتاح بين ما أكون حميت الفرن على درجة حرارة 350، والصينية تكون عندي كلش حارة. راح أستعمل القلاية الهوائية، إذا حابين تستعملون الفرن إذا ما متوفرة القلاية الهوائية، وما أحتاج أضيف أي دهن. هنا عندي بعد 10 دقايق صار بهذا الشكل. قلبته وراح أرجعه لمدة 3 إلى 5 دقايق. أنا ما أريده كلش يستوي لأن راح ينطبخ ويا الصلصة، فهنا راح أغطي وأتركه يرتاح بين ما أحضر صلصة الفطر بالكريمة. راح نحتاج فطر، بصل، ثوم، ملح وفلفل أسود وزعتر بري يابس. وراح نحتاج كريمة الطبخ وزبد. عندي هنا خليت الزبد بالجدر يذوب، وضفت عليه البصل بعد أن فرمته كلش ناعم. راح أقلبه شوية وراح أضيف له الثوم المهروس، وراح أقلبه. وأني حبيت أستعمل اليوم هذا النوع من الفطر، ينطي نكهة كلش طيبة بهاي الوصفة. إذا ما عندكم تستعملون أي نوع فطر متوفر عندكم. سويته شرايح وراح أخليه شوية يذوب. قلبوه بس على كيفكم حتى لا يتكسر أو يمرد. هنا عندي صار ذبلان، راح أذبله الملح والفلفل والزعتر. وهسه تشوفون نكهة الزعتر ايش قد تنطي نكهة طيبة. هسه راح أضيف ملعقة ثانية من الزبد، لأنه الملعقة الأولى الفطر تشربها. وصار وقت أضيف الكريمة، نص كوب من الكريمة السائلة أو كريمة الطبخ. هنا راح أقلبهم وراح أغطيهم وأتركهم على النار 5 دقايق مو أكثر. من أشوفه يبدي يغلي، لأن الفطر كان حار والزبد حار وضفت عليه الكريمة، فما راح ياخد دقايق ويبدي يغلي. أقلبه من فترة للثانية، أتأكد ماكو شي ملتصق بالجدر. هنا من بدأ يفور راح أضيف اللحم سويته شرايح بهاي الطريقة حتى يتناسب ويا الفطر. انتو سووه بالحجم اللي تحبوه، مكعبات كبيرة صغيرة بكيفكم. وبهالأثناء راح أسوي التمن صار عندي جاهز. الفطر تركته على النار لمدة تقريبا ربع ساعة على نار متوسطة إلى هادئة. وهسه صار عندي ثخين، تشوفون الصلصة صارت ثخينة، وصل المرحلة اللي نحتاجها. طفيته وراح أقدمه. أنا راح أقدمه ويا التمن لأنه يعني هو بيه صلصة وكلش طيب، ونكهته ولا أروع، والريحة كانت رهيبة. من أول ما بديت أطبخ الفطر والريحة كانت مالية المكان. وبهذا وصفتنا لهذا اليوم خلصت. إن شاء الله تكونون حبيتوها واستمتعتوا بالفيديو.